السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا في فيديو جديد وأخبارنا الجديدة وأخبار الحلوة معانا مع برنامج يلا كورة مع محمود سلام. معانا أول خبر معانا النهاردة، عنوان الحلقة النهاردة معانا عن نادي الزمالك، نادي الأهلي، منتخب مصر. ده عنوان الحلقة بتاعتنا. نخش النهاردة على أول خبر معانا عن نادي الزمالك. عبد الله السعيد عرضوا عليه امبارح 15 مليون في الموسم. طبعا ده مرتب طبعا قليل جدا على عبد الله السعيد. طبعا كان عايز 60 مليون، عرضوا عليه 15. طبعا لما كلموا ضغطوا عليه امبارح قالوا ايه، سيبني شويه عشان افكر. بس طبعا ده قليل جدا على عبد الله السعيد. عبد الله السعيد لاعب كبير وفي سنه بيجري ومحافظ على لياقته وسريع ومراوغ و10 على 10 ومش خبير تغذيه وبيلعب جيم ماشي زي ما قال الكتاب بيقول. احسن محترف في سنه عبد الله السعيد لحد دلوقتي نادي الزمالك، لاعب شابوه. مش هنغير، عبد الله السعيد لعيب جدا. عرض عليه 15 مليون اخر حاجه. كابتن حسين لبيب عرض عليه 15 مليون، لسه طبعا لحد دلوقتي عبد الله السعيد بيفكر. قال لك سيبوني شويه عشان افكر. في طبعا خبر تاني على جوميز. جوميز مع نادي الزمالك بياخد 65 ألف دولار هو وجهازه الفني. 65 ألف دولار هو وجهازه الفني. امبارح عرض عليهم وبيتفاوضوا معاه، قال لهم انا عايز 100 ألف دولار لوحدي، ماليش دعوه بالجهاز. 100 ألف دولار لوحدي بعيد عن الجهاز. ده جوميز لسه برضه بيتفاوضوا معاه. قال لهم انا عايز من اول السنه دي اخد 100 ألف دولار وماليش دعوه بالجهاز بتاعي من اول الموسم ده. ده العرض بتاع جوميز. اما الخبر التاني عن سيف الجزيره، هو مكمل مع الزمالك، بس في طبعا في مشاكل شويه في عقده، بس هو قاعد مكمل مش ماشي. حتى وكيله اتصلوا بيه وكيله قال لك سيف الجزيري مكمل مع الزمالك مش ماشي قاعد. ده كان خبرنا النهارده عن نادي الزمالك. جوميز مكمل. وطبعا لحد دلوقتي هذا برضو موضوع زيزو لسه ما خلص. لحد دلوقتي لسه ما خلص. حتى الناس في الاداره زهقت من زيزو، زهق. عرضوا عليه تاني مبلغ برضو لحد امبارح 60 مليون، لسه برضو في تفاوض. هيمضي او يمشي، هيمضي ولا يمشي، محدش عارف حاجه لحد دلوقتي خالص. ولا اعلامي عارف ان العزيز هيقعد ولا هيمشي. كله ده كلام لسه لحد دلوقتي. الامور في ايد والده، راجل اللي هو وكيله، زي ما بيقول وكيله. لحد دلوقتي مفيش اي كلام على زيزو هيمضي ولا يمشي ولا يبيعوه. بس انا كان رايي انا يبيعوه ياخدوا فلوس منه، حتى يجيبوا لعيبه تاني مكانه جديد. ينشطوا الناس الزمالك شويه، يبيعوه احسن. يستفيدوا حتى من فلوسه، حتى ما يباع فري يبقى انا استفاد من عقده، احسن ما يطلع فري كده وياخد فلوس ويتكل على الله. يبقى انا استفاد بيه. ده النهارده بخصوص اخبارنا نادي الزمالك. نخش طبعا على فريق بيراميدز. فريق بيراميدز طبعا في عقد احتراف جه اوروبي لابراهيم عادل. هو سعودي واوروبي، هو طبعا بيفكر في اوروبا، عايز يسافر بره. لحد امبارح العرض يعني نادي بيراميدز ما عجبوش العرض. نادي بيراميدز عارض ابراهيم عادل 1.5 مليون يورو. قال لك انا عايز ابيعه ب1.5 مليون يورو. عايز سواء لعيب صغير وكبير مش كبير يعني كبير سن، عيل صغير يعني سنه صغير وهيدي زي عمر مرموش ومحمد صلاح. لعيب كبير وحلو صراحه. ابراهيم عادل لعيب صراحه، مش لا خلاف عليه. ابراهيم عادل لعيب لا خلاف عليه طبعا. وسنه صغير وحلو، لعيب مراوغ وحلو مهاجم صراحه. انا بحبه صراحه ابراهيم عادل. ده بخصوص ابراهيم عادل. معانا بقى اخبار النادي الاهلي. طبعا الناس كلها عايزه تعرف اخبار النادي الاهلي. معانا اللهم صل على سيدنا محمد، محمد شريف. الناس كلها بتتكلم على محمد شريف. محمد شريف لحد امبارح كان مصاب، شهر ونص اصابه محمد شريف. وكيله سيد مصطفى قال لك ده مصاب شهر ونص. ولحد وقتنا هذا الاهلي يكلمه والواد مرحب، بس ما فيش عرض رسمي من الاهلي لسه. يعني ايه، كان كله كلام، كله عقد زوم، كله كان كلام زوم عن طريق التليفون، لكن عرض رسمي جه لسه. ده بخصوص محمد شريف. وفي عروض مصريه طبعا راحت له، بس لسه ايه، قال لك انا عروض مصريه لا انا عايز الاهلي او اكمل في الخليج. ده بخصوص محمد شريف. في خبر تاني حلو عن النادي الاهلي.
بخصوص اشرف داري ان هو ان شاء الله احتمال يلحق ماتش استاد ابيجان في افريقيا. احتمال يلعب ماتش استاد ابيجان او ابيجان يوم 26/11 في ماتش افريقيا. ده بخصوص اشرف داري. قال لك اللي بيستجيب للعلاج هو علاج مكثف وهو ماشي. احتمال يدافعوا بيه يوم 26/11 في ماتش استاد ابيجان في القاهرة يوم 26، أول جولة في دوري أبطال أفريقيا. طبعا الأهلي بيسعى للقب ال 13. الأهلي بيسعى للقب ال 13. إن شاء الله طبعا إن شاء الله إحنا معاه، إن شاء الله الأهلي ياخدها اللقب ال 13 يوم الماتش أول جولة أول جولة يوم 26/11. ده طبعا اخبارنا عن النادي الاهلي في افريقيا. طبعا النادي الاهلي عنده ماتش يوم 22/11 مع الاتحاد. طبعا كولر جه النهارده الصبح واجتمع مع اللعيبه وقعد يتكلم معاهم، قال لهم نادي الاتحاد نادي كبير ومش عايزين يتهاون في ماتش الاتحاد. كل اللعيبه طبعا حسين الشحات واكرم توفيق وامام عاشور، كل اللعيبه اجتمعت معاه النهارده وبيرسيتاو. طبعا بيلعب طبعا ومش مقتنع بيه. كل اللعيبه النهارده كلها ومحمود كهربا كل اللعيبه اجتمعت مع كولر عشان ماتش الاتحاد. طبعا انتوا عارفين الاتحاد اللي بيدربه بابا فاسيرو، هو طبعا اللي بيدرب الاتحاد السكندري. والاتحاد السكندري ما عندوش حد راح المنتخب، يعني ما بقلش من نادي الاتحاد، بس الفريق كله كامل وطبعا واخد فتره راحه يعني يلعب ماتش الاهلي وهو مستعد. قال لك فريق الاتحاد هيبقى تقيل، لازم الاهلي ياخد حذره ما يتهاونش في الجوله الثالثه، لان انتوا عارفين ان الدوري 18 جوله، الدوري جوله طبعا لا تهاون. طبعا انتوا عارفين الدوري طبعا احسن من الدوري اللي فات. ده كان خبرنا عن النادي الاهلي. في خبر تاني، طبعا في خبر على كولر ان جاله عرض من السعوديه وجاله عرض من نادي اوروبي. كولر جاله عرض من نادي اوروبي ومن نادي سعودي. كولر مكمل مع النادي الاهلي ومش ماشي. قال لك انا عايز اكتب تاريخ مع النادي الاهلي عشان اروح كاس العالم. وكولر محضر طلبات عشان خاطر كاس العالم، عايز طلبات من كابتن محمود الخطيب صفقات كتير عشان يناير اللي جاي. يناير شهر 1 جاي، وعايز صفقات كتير وعايز يدعم الفريق وعايز هجوم وعاوز نص ملعب وعايز دفاع، عايز يدعم الفرقه عشان كاس العالم. طبعا انتوا عارفين ان كاس العالم اول كاس عالم هيتلعب في امريكا. أندية 32 فريق، كأس العالم في أمريكا. أول كأس عالم هيتعمل 32 فريق في أمريكا، غير طبعا كأس العالم الكبير. كأس العالم بتاع اللي هو بتاع البرازيل وألمانيا الفرق الكبيرة. أول كأس عالم اتعمل 1930، كان اتعمل في أورجواي. طبعا هيتقال بعد 100 سنة ولا 120 سنة اتعمل أول كأس عالم أندية في أمريكا 2025. طبعا مشارك فيه النادي الاهلي، طبعا حاجه كبيره طبعا، وامريكا فيها اعلام الاهلي ومزينين طبعا علم الاهلي واعلام الانديه اللي كلها تخش 32 فريق هتلعب في امريكا. 32 فريق. وطبعا عايزين نقول لحضراتكم ان القرعه يوم 5 ديسمبر. 5 ديسمبر القرعه بتاعه كاس العالم. كابتن محمود الخطيب بيحضر التاشيره هو مهندس خالد مرتجي عشان خاطر مسافر القرعه يوم 5 ديسمبر عشان يعرف الاهلي يقف في انهي قرعه او في انهي فريق. طبعا حاجه تشرف الكره المصريه بكتير. طبعا النادي الاهلي نادي لا خلاف عليه، طبعا مشرف العالم كله. طبعا ده كان خبرنا عن النادي الاهلي. طبعا انا عاوز اقول لحاجه حضراتكم، النادي الاهلي طبعا احنا يعني نادي عالمي واوروبي. وادول النادي الاهلي حديد الناس تزعل مننا يعني، طبعا انا اهلاوي بصراحه ما حدش يزعل مني يعني. بس طبعا دي كان اخبارنا عن النادي الاهلي. في خبر تاني عن النادي الاهلي عاوز اقول لحضراتكم بخصوص مروان عطيه. مروان عطيه انتوا عارفين ان لسه عقده مع الاهلي 3 سنين، يعني يخلص 2026. الاهلي مضى معاه تاني سنتين، يعني يخلص 2028 بدل 26 2028. ما كابتن مروان عطيه هيقعد ل 2028. في خبر تاني على يحيى عطيه الله، يفرضوش الاخيره ان الاهلي هيشتريه من فريق سوتشا الروسي، وبرضه الاهلي هيشتريه لحد 2028 او احتمال 29. لسه برضه عشان ما اقولش عليكم 28 و29 وتزعلوا مني، لسه في الرطوش الاخيره، بس حته الشراء من فريق سوتشا الروسي على وشك الانتهاء من عقد
مروان عطيه، مروان عطيه اللي مدد معاه سنتين غير الثلاثه اللي موجودين غير السنه دي، يعني 2028 نسيت اقول لحضراتكم بزياده 15% في العقد. والواد مرحب وفرحان قوي مروان عطيه. طبعا ده مشوار نص الملعب عند الاهلي، انا بحبه على الشخصيه، انا بحب مروان عطيه جدا، لعيب جدا بصراحه كبير. ثبت نفسه من ساعه ما جه مروان عطيه، لعيب كبير كبير كبير. ده اللي هو خصوص النادي الاهلي. في طبعا خبر كده من عاوز اقول لحضراتكم، اختيار طاهر محمد طاهر من احسن اهداف الدوري الجوله الثانيه، احسن هدف تكتيكي اتاخد طاهر محمد طاهر. وطبعا انتوا عارفين ان اول جوله اتاخد احسن جول حسين الشحات، احسن جوله في اول الدوري كان حسين الشحات، واحسن جون في تاني جوله كان طاهر محمد طاهر. ده في حد ذاته كويس قوي. النادي الاهلي طالع لقدام، حلو. النادي الاهلي ماشي ماشي في تكتيك وفي لعب حلو، واللعب بصراحه 10 على 10. طبعا طبعا عارف ان طبعا اللهم صل على سيدنا محمد، كلكم مستعجلين الدوري يشتغل، بس طبعا انتوا عارفين الاجنده الدوليه اشتغلت والفرق بتلعب عشان خاطر المنتخب طبعا هيلعب بكره. وانا طبعا كلنا ورا المنتخب، عارفين ان الماتش اصلا يعتبر مش مهم قوي طبعا، بس احنا برضه عايزين نكسب عشان برضه نفرح منتخب مصر. طبعا كان اخر خبرنا عن منتخب مصر. في حاجه عايز اقولها لحضراتكم، طبعا اهم حاجه اللي يتفرج على الفيديو يشترك، ما حدش يتفرج على الفيديو وما يشتركش. اللي بيحبنا يشترك في قناتنا عشان القناه تكبر بيكم وتدعم بحاجه. لا بعد اذن اخواتي وحبايبي، اللي يحبني يشترك في القناه، ما حدش يتفرج ويطلع. اشترك في القناه عشان القناه تكبر بيكم واخواتي وحبايبي. المس عليكم وصب عليكم اخوكم محمود سلام، والسلام عليكم.